يا هلا يا هلا. الفيديو ده يعني عايز اتكلم ان انا حاسس ان انا عندي اي اي فاتيج. يعني ايه اي فاتيج؟ يعني حاسس ان انا في حاجات كتير جدا اعرف اعمله باي اي، بس مش عايز اعمل اي حاجه خالص. عايز اقعد كده، وكل ما افتح تيرمينال، كل ما افتح وارب، كل ما افتح كلود كود او كودكس او اوبن كلو او كل الادوات المتخلفه دي كلها، كل ما اقعد افتحها أم، بحس ان انا مش عايز اعمل حاجه. بحس ان انا ايه ده، لا لا فيكس، انا هاجلها لبكره، هعملها بكره. أم، فده خلاني افكر شويه، خلاني احاول ابص على الناس بتستعمل الادوات دي ازاي، وخلاني يعني انا كنت حاولت اعمل شورتس للموضوع ده بس فشلت. قلت فيكس، قلت مش هعمل شورتس الحاجات دي كلها، وهطلع اتكلم بشكل عشوائي عن الموضوع ده، الا وهو الادوات اللي حوالين الاي اي او ال ام. يا نهار ابيض، بسيطه جدا، بسيطه بشكل لا تتخيله. ك ك ك مش كامبلمنتيشن، هو كامبلمنتيشن واللوجيك بتاعه ممكن يكون معقد، ممكن يكون في تكنيكس، ممكن يكون في حاجات ما الى ذلك. بس كل الهيصه بتاعت كيرسر وكلود كود كودكس، اوبن كلو، مش كلو، كيلو كلو، حماده كلو، بتنجان، التول اللي انت لو اديت لها لينك تعمل لك يعني اوتو جي اس اي او ببلاش، وكل الحاجات دي كلها يا جدعان ما فيهاش ربع جنيه ذكاء. حلو. وناس كتيرة ممكن تفتكر ايه الهبل اللي انا بقوله ده، ازاي يا اسطى؟ ده لما بكتب الكلود كود اعمل لي ديزاين مش عارفه ايه، بيعمل لي ديزاين يا نهار ابيض خارق جدا. ولما بكلم كودكس صلح لي البج ودور لي على السكيورتي ايشو، يختي بيعمل لي حاجات مش طبيعيه. الموضوع اغبى جدا مما الناس تصوره. واللي انا عايز اشرحه في الفيديو ده، او يعني مش هقول اغبى، هو مش اغبى ولا حاجه، مش غبي، بس اللي انا عايز اشرحه في الفيديو ده ان لما انت تفهم هو الموضوع يعني انا بحاول ابسطه وبحاول اقول هو بسيط، هو مش شرط يكون بسيط قوي، بس لما انت تفهم ازاي الموضوع ستريت فورورد شغال لكل الادوات دي كلها، مهما كان في اداه جديده جت، لو انت بصيت من بعيد قوي الكود بتاعها شغال ازاي، او انت حاولت تفهم شغال ازاي، هتعرف تتكيف. هتعرف تتكيف مع كودكس، مع كلود كود، مع كيرسر، مع اوبن كلو، مع مش كلو، مع هيرمس، مع يعني كل الاسامي دي هتعرف تتكيف مع الهري ده كله. حلو. ف فانا في الفيديو ده جاي ابسط الموضوع ده. طيب، قبل ما نكمل الفيديو ده سبونسرد من تدوين. وتدوين هو ابلكيشن انا كوفاوندر فيه انا واخويا. والفكره في تدوين اللي احنا بنحاول نبني مساحه او بنحاول نبني بلاتفورم بيتطور مع الكارير داتا بتاعتك. تدوين بياخد كل الداتا بتاعتك في هيئه الريزمز القديمه اللي انت عملتها، مشاريعك، ورك دايريز، حتى انت اكشن ممكن تكتب جوه تدوين. وبعد كل ده تدوين بيعرف يظهرك بناء على الكارير داتا بتاعتك في كل ستيب من الستبس بتاعه الجوب سيكينج او الحاجات اللي علاقه بالجروث او ما الى ذلك. فمثلا لو انت بتحاول تقدم على شغلانه، فبنعمل لك كاستمايزد جوب بروفايلز تعرف تنزلها از ريزمي، وتشوف الجيب فيت اناليسيس لكل شغلانه بتقدم عليها. وحتى مثلا ليتس اللي انت جالك شغلانه معينه او جالك انترفيو شغلانه معينه، ممكن تستعد من خلال اللي احنا بنعرف الداتا بتاعتك ونعرف نهيئك للانترفيو ده، اللي احنا نعمل لك موك اي اي انترفيو. والموك اي انترفيو ده ممكن يبقى بيهيفيرال، ممكن يبقى تكنيكال، ممكن يبقى كمان في كودينج على نفس الداتا اللي انت بتابلاي بيها، او على نفس الداتا اللي انت بتابلاي عليها، يعني الشغلانه نفسها اللي انت بتابلاي عليها. والفكره كمان اللي في تدوين اللي اتس داتا بلاتفورم. وبالتالي مثلا انت ممكن تعمل بورتفوليو. البورتفوليو ده بيبقى ريبريزنتيشن للكارير داتا بتاعتك، تعرف تشيره مع الناس وتعرف تبعته. وكمان انت ممكن تكستمايز كل حاجه في مرحله بناء الريزومي، من شكل الريزومي، من التمبلتس، من الالوان، حتى ممكن تستعمل الاي اي عشان يعرف يتكلم معاك ويعرف يجو ثرو الداتا بتاعتك، ويعرف يريبريزنت الريزومي بتاعك بالشكل اللي انت عايزه. بس فده تدوين. وتدوين في طريقها اللي هي تبقى كارير بلاتفورم يساعدك في كل حاجه لها علاقه بكاريرك من كل النواحي، حتى من ناحيه حتى لو انت عايز تعمل بروموشن، فدي حاجه احنا بنبنيها قريب جدا. بس اتمنى تستعملوا تدوين. خش على تدوين دوت مي ويلا نكمل الفيديو. انا ما اعرفش، اعرف ابسطه ولا لا، عشان يعني ممكن يكون مش بسيط وانا ببسطه زياده عن اللزوم، فاطلع مش ذكي كفايه، والناس تقعد تقول لي لا اللي انت قلته ده يا معلم مش مظبوط، لا انت بسطتها زياده عن اللزوم. فخلينا نبدا. طيب، انا كنت عملت فيديو قبل كده عن السوفت وير انجينيرنج بلا كود، الكود ملوش معنى.
انا هعمل فيديو تاني جاي قريب بس بحضره كويس قوي عن انت كجونيور تعمل ايه، وانت محتاج ايه كجونيور، ايه الحاجات اللي انت تتعلمها. فده هوت توبيك هيطلع قريب. ولكن في الفيديو ده تعال الاول نتكلم يعني ايه من وجهه نظري، انا من وجهه نظري البسيطه LLMs يعني ايه LLMs ويعني ايه هارنس او رابرز. انا هخليهم رابرز كده اللي هم كونتينرز. حلو. طيب هل انت كانجينير الا لو انت مثلا موجود في الحاجات اللي ليها علاقه بالاي اي او الماشين ليرنينج او الديب ليرنينج او الحاجات دي كلها، حتى الحاجات دي كلها مش شرط كمان اللي يبقى ليها علاقه بالاي ال امز بالمناسبه، يعني هو غالبا ما لهاش علاقه. بس هل ال ال ام بالنسبه لمعظم الخلق كلهم بلا استثناء الا اقليه قليله جدا 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 شغالين فيها، اللي هم بيعملوا المودلز نفسها وبيعملوا ويتس وبيجمعوا التريننج داتا والحاجات دي كلها بلاك بوكس، يعني صندوق اسود بديله حاجه يطلع لي حاجه تانية، بديله ازيك يقول لي الحمد لله، بديله انا بتكلم عربي يكلمني عربي من هنا وراح يتكلم معاك عربي. حلو. فالكونسبت ده لو انت فهمته هتفهم ليه الادوات اللي قايمه على ال LLMs، يعني ليه كلود كود خارق، وازاي كلود كود بيستعمل تكنيكس عشان يعرف يخلي الاوتبوت بتاع ال LLMs مدمره، يغير لك الكود، يكتب لك كود لوحده. ايه ده مش بيكتب كود لوحده بس يا باشمهندس، ده بيكتب كود وكمان بيطلع لي الويب سايت وكمان بيبص لي على الداتا وكمان بيرجع لي يا مش حاجات كده وبيتكلم الام سي بي ومش عارف ايه والكلام ده كله. الموضوع ابسط بكتير من تخيل. طيب فنرجع تاني. انا عارف في فيديوهات كتيره جدا بتشرح الموضوع ده، بس انا عمري ما لقيت فيديو بيبسطه، عمري ما لقيت فيديو بيتكلم عن مدى بساطه الموضوع، مدى آه ليه؟ عشان انا بحس ان الموضوع نفسه لما اتكلم عليه، مثلا ما اقول له مثلا السيستم بتاعي ده كله قايم عشان انا بدي برومبتس كويسه، بحس بنوع من انواع انت بتعمل ايه؟ طيب بس انت بتعملش اي حاجه، يعني انت معتمد على البلاك بوكس ده. ف actually this is what it is. او العالم كله قايم على فكره اللي البلاك بوكس اللي محدش عارف هو شغال ازاي او بيتوقع النكست توكن عامله ازاي لما انا بديله حاجه وبيرجع لي حاجه بالشكل اللي انا عايزه وباخد اكشن بناء عليها. هو ده كل الموضوع، هو ده كل الهري كله. حلو. طيب فالبلاك بوكس ده بيعمل ايه؟ برضو انا هنا مش هخش في التفاصيل، انا فاهم شويه حاجات فيه بس انا هقولها من فهمي. حلو. البلاك بوكس ده بياخد تكست ان وتكست اوت. معظم ال LLMs كده، في LLMs بيبقى ليها بيبقى حاجه اسمها ميكستشر اوف اسمها يا ربي اكسبرتس، وفي LLMs بيبقى عندها قدره اللي هي تشوف او بيبقى عندها نوع من انواع التوكنايزيشن للايمجز وما الى ذلك. ولكن فور ذا سيك اوف سمبلسيتي تعال نتكلم على معظم ال LLMs او حتى ال LLMs اللي بدات في الاول بتبقى عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بتاخد تكست ان وتطلع تكست اوت بس كده. طيب ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل اللي التكست اللي بيخش ده، يعني مثلا بقول له ايه وات از ذا ويذر، او لا سيبكم وات از ذا ويذر دي عشان دي قصه ثانيه. حلو. لو انا قلت له مثلا هاو ار يو ماي فريند. حلو. اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل لكل LLM وكل امبلمنتيشن بتاعه بيبقى ليه حاجه اسمها توكنايزيشن. يعني ايه توكنايزيشن؟ يعني هو بياخد الكلمه بتاعتك دي اللي هو هاو ار يو ماي فريند وبيحولها لمجموعه توكنز. بيعمل هاو توكن ار توكن يو توكن ماي توكن فريند، والتوكنز دي بتبقى عباره عن برزنتيشن امبيدنجز او ايا كان هي الريبرزنتيشن بتاعتها عامله ازاي، وكل توكن من دول بيبقى ليها رقم معين او وات ايفر داتا ايه، انا حتى مش محتاج اشرح لك. حلو. طيب وبعد الكلام ده كله التوكنز دي بتخش للبروسيسنج بتاع ال LLM للسحر للكوكب اللي جوه ده، وهو probabilistically او باستعمال البروبابيلتي او باستعمال الليرنينج اللي عنده بالتريليونات الداتا اللي هو اتعلم عليها وما الى ذلك، بيحاول يتوقع التوكن اللي بعده. التوكن اللي بعده ده اللي هو التوكنايزر بيبقى فيه زي انكودر وديكودر. الانكودر ده بيحول الكلام لتوكن والديكودر بيحول التوكن لكلام تاني. حلو. طيب اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل هو بيقعد يحاول يتوقع التوكن اللي بعدها هتبقى عامله ازاي. ولكن اللي الناس بقى مش فاهماه ايه؟ الناس مش فاهماه لو انا قلت للموديل هاو ار يو ماي فريند هيقول لي ايه؟ اي ام فاين ثانكس. اي ام فاين ثانكس دي عباره عن ايه؟ عباره عن اوتبوت توكنز وفي انبوت توكنز دخلت. اللي بيحصل في واقع الامر اللي لما اقول له هاو ار يو ماي فريند احنا اتفقنا دي مثلا 5 توكنز، اي ام دي توكن، فهو له بيعمل ايه؟ بيقول هاو ار يو ماي فريند يتوقع اي ام وبعد كده يبعت لنفسه تاني هاو ار يو ماي فريند اي ام ويتوقع التوكن اللي بعدها هاو ار يو ماي فريند اي ام عمرو سوري اي ام جود هاو اباوت يو.
كل واحده من دول توكن 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 بيقعد يبعتها. فاتس ان انفينيت، يعني مش ان انفينيت لوب، اتس يعني مش بولينوميال، مش عارف اسمها ايه يا ربي، اللي هي الاكسبوننشال. هو بيقعد اكسبوننشالي، يقعد مش اكسبوننشال برضه انا مش عايز افتي، بس اقصد بيقعد يبعت لنفسه كل توكن بالكونتكست القديم بتاعته دي كلها. ليه؟ عشان هذه الادوات لازم، او ال LLMs لازم تكون عندها فكره ايه الكرنت ستيت بتاعي عشان اعرف اتوقع الستيت بتاعها. وده يخليني اقول لك ان ال LLMs بطبيعه الحال is a stateless machine. يعني ايه stateless و stateful؟ عشان برضو الناس تكون واخده بالها. stateless و stateful لما تكون حاجه stateless معناها اللي انا دايما لما برن الحاجه دي ما بقاش عندها ستيت، ما بقاش عندها معرفه، ما بقاش عندها نوليدج عن الوضع الحالي اللي انا فيها. يعني انا لو اديت لها الانبوت ده والانبوت ده والانبوت ده والانبوت ده، في كل مره الستيت بتاعتها هتبدا من الصفر. ولكن لو في سيستم ثانيه ستيتفول، يعني مثال على سيستم ثانيه ستيتفول مثلا، لما انا يعني مش عارف والله، بحاول اجيب مثال حي. بس مثلا لو انا بكلم سيستم والسيستم ده فيه بريزيستنس، عارف الستيت بتاعتك عامله ازاي، او عارف الكرنت يوزر ده عامل ازاي، مش بيبدا دايما من الصفر، ولكن ال LLMs بتبدا دايما من الصفر. حلو. وبالتالي ال LLMs بتاخد التكست ان والتكست اوت، والتكست الاوت ده او الانبوت التوكنز الاوت دي بيتوقعها، وبيتوقع التوكنز دي مبنيه على كميه الداتا العملاقه اللي هو اتعلم عليها. هو اتعلم على مليارات او تريليونات الكلمات، وتريليونات الكلمات العربيه. وفي LLMs علموها على تريليونات الكود سكيورتي ايشوز او الكودنج ايشوز، وجيت هاب وستاك اوفر فلو ومش عارف ايه والكلام ده كله، بلا 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 بلا، كل الكلام ده كله بيعلموه على اساسها. ولذلك هو بيوصل لقدره اللي هو يعرف يتوقع الكلمه اللي بعدها بناء على المعطيات اللي عنده. طيب دي نقطه رقم واحد. حلو. احنا النهارده مش جايين نتكلم على ال LLMs، انا مش جاي اتكلم على ال LLMs شغاله ازاي، انا بس بقى ايه، بديك فكرتي وبديك قدرتي على فهمها. ممكن ابقى شير فيديو لطيف كده بيتكلم عن ال LLMs، بيتكلم عن النكست توكن والاوتبوت توكن. وطبعا الناس ممكن تقول لي طب يا باشمهندس، لو انا دلوقتي ال LLM ده مديله 100,000 كلمه، هل لو بيتوقع 50 كلمه بعدها لكل كلمه في ال 50 كلمه بيبعت لنفسه 100,000 كلمه؟ يس ات داز ذس. وال LLMs بتعمل نوع من انواع الاوبتمايزيشنز بطرق كتير جدا. ابسطها حاجه اسمها كاشنج، او ابسطها اللي هو يتوكنايز شانك كبيره as a different set of tokens، وبالتالي هو مش بيبعت كل التوكنز من اول تاني. فليها ميثودز كتيره جدا. يعني هو مثلا يقول لك من الاوفست رقم 0 لغايه 5000 كل ده كاشت، وبالتالي انا مش محتاج ريكمبيوت التوكنز بتاعته من اول تاني بناء على المعطيات الجديده، وهكذا. طيب كده بدات اول قصه، كده انا ممكن اقفل الفيديو. طيب خلينا نكمل. الادوات بقى اللي احنا بنستعملها دي قايمه ازاي، او كل حاجه انت تتخيلها في حياتك المهنيه، او التولز، او الام سي بيز والسكيلز والبلا بلا 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 الحاجات دي قايمه ازاي. لو انا تعالى نبدا ناخد خطوه لورا كده ونشوف شات جي بي تي والحاجات دي كلها بدات ازاي، عشان انت تبدا تبقى مدرك الحاجات دي اكشلي يعني بتطلع ايه. حلو. في الاول خالص لما انا كنت بكلم شات جي بي تي كان اولموست ما عندوش اي سيستم برومبت، بس كان عنده نوع من انواع السيستم برومبتس. فانا مثلا لو كلمت شات جي بي تي اللي هو اول شات جي بي تي في الاول خالص، قلت له هو ار يو، هيقول لي ام شات جي بي تي. طيب لو فكرت فيها كده ك LLM، ال LLM نفسه ممكن يكون تريند لدرجه اللي هو يبقى فعلا شات جي بي تي، اتس اوكي ذس از فاين. ولكن في بعض الاحيان اللي بيعملوه في البدايات خالص، اللي هو اول ما بكلم ال LLM انا اكشلي مش بكلم ال LLM. حلو. لما انت بتخش على chatgpt.com، حلو، انت في الواقع الامر انت مش بتكلم ال LLM، انت بتعمل ايه؟ انت بتكلم chatgpt.com. وشات جي بي تي كوم بيعمل ايه؟ بياخد الانبوت بتاعك ده وبيعمل بقى وات ايفر اللي هو عايزه، وبيبعت الوات ايفر اللي هو عايزه ده لل LLM، واللي بيخرج من ال LLM بيروح لمين؟ دي نقطه مهمه. بيروح رايح للرابر اللي هي في الحاله دي chatgpt.com. وشات جي بي تي دوت كوم ده لو هو وجد اللي الرابر ده رجع لك الاوتبوت المنطقي اللي هو عايزه بيرجعه لك، لو لا ممكن يعمل عليه موديفيكيشن، ممكن يبعته تاني لل LLM ويرجع تكست زياده وما الى ذلك. فاللي بيحصل مثلا انا قلت له ايه؟ لو انا قلت له تخيل معايا كده السؤال ده: What is the current weather؟ ايه الجو الحالي؟ حلو. اللي هيحصل ايه؟ هيبعت لل LLM، وال LLM يا معلم هيقول له ما اعرفش. ولكن لو انا رحت لشات جي بي تي دلوقتي قلت له وات از ذا ويذر، ايه اللي هيحصل؟ اللي في واقع الامر اللي هيحصل اللي شات جي بي تي هيبقى ذكي كفايه. وده بقى اللي ايه، ده دي الحاجات اللي انا
بستفز منها جدا. كلمه ذكي كفايه دي بتعصبني، عشان ال ال نفسه ما عندوش الذكاء الكافي، هو بيتوقع مجرد التكست اللي بعده هيبقى عامل ازاي. ولكن اللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل اللي ال ال لما ببعت له سوري مش ال ال شات جي بي تي، لما ببعت له وات از ويذر بيحصل حاجه اسمها تول كولينج. طيب التول كولينج ده بتحصل ازاي؟ التول كولينج ده بيحصل على هذا الاساس، اللي شات جي بي تي نفسه بيبعت لل ال مع اي برومبت انا بعته تكست عملاق كبير جدا 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 جدا. بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه يقول له ايه؟ لو اليوزر سالك عن الويذر ارجع وقول لي اللي اليوزر سالك على ويذر، وقول لي ده في هيئه جيسون عشان اعرف اتوقع النتيجه واعرف انا اخد اكشن. لو اليوزر سالك عن الساعه ارجع وقول لي اليوزر سالك عن الساعه. وبالتالي اللي بيحصل ايه؟ انت يا يوزر بتقول وات از ذا ويذر، اللي بيحصل اللي ده بيروح رايح لشات جي بي تي، شات جي بي تي بيحط فوقيه تكست عملاق جدا للادوات اللي هو يعرف يستعملها والاي بي ايز والنتورك والهاري ده كله، وبعد كده بيبعتها لل ال ام. ال ال ام بناء على الانستراكشنز بتاعت شات جي بي تي ياخد الحاجات دي كلها ويرجع الاوتبوت لمين؟ لشات جي بي تي. حلو. وبالتالي لو في الاوتبوت ده رجع بناء على الانستراكشنز بتاعت شات جي بي تي بيقول له يا معلم الراجل ده طلب الويذر، شات جي بي تي هيعمل ايه؟ هيروح رايح بنفسه ديترمينستيكلي بالكود، يروح رايح للاي بي اي بتاعت ويذر توداي، رجع له الويذر، خد الويذر يا معلم وخلاص، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويعملها لك ريبريزنتيشن في الابلكيشن. وبالتالي هي دي فكره اللي الشات جي بي تي ذكي، ولكن في واقع الامر هو مش فكره ذكاء، هو فكره هو عنده برومبت مش برومبت انجكشن سوري، عنده كميه سيستم برومبت وكونتكست عملاق ضخم بيديله كل المعلومات اللي انت تتخيلها. طيب تعالوا نكبر الموضوع شويه. لو انت فكرت في ازاي كلود كود او كودكس او مثلا شات جي بي تي انتي جرافيتي او الحاجات دي كلها بتكتب كود ازاي، تعالى ندي نفس المثال. حلو. انا دلوقتي يعني مثلا دلوقتي قلت له let's refactor this code. حلو. فانت لو فكرت كده، لو لقيت الجايد لاينز بتقول لك ايه؟ بتقول لك لما انت بتيجي تكتب كود بيز معين بتحط حاجه اسمها ايجنتس دوت ام دي، وايجنتس دوت ام دي ده ال ال ام نفسه بيتبعه. ولكن لو انت فكرت تاني، مين اللي بيبعت الايجنتس دوت ام دي لل ال ام ده؟ هل انت اللي تبعته ولا كودكس ولا كلود؟ في واقع الامر كودكس وكلود. فده يرجعك تاني لنقطه اللي كلود وكودكس ما هم الا هارنس تولز، ادوات بتعرف تدي اللي ال ام محتاجه ككونتكست عشان بناء على الكرنت ستيت اللي انت فيها، الدايركتوري، الكود او ما الى ذلك، تعرف ترجع اوتبوت منطقي من ال ام، والادوات دي تعرف تستعملها عشان تكتب لك الكود. ذاتس ات، هو ده كل القصه. والادوات دي بتحاول تتنافس في مين اللي يدي كونتكست احسن لل ام. يعني ذاتس ات، هو دي دي الزبده من الاخر. فاللي بيحصل كالاتي، انا قلت له مثلا ليتس ريفاكتور ذيس فايل. حلو. ورحت عامل اد الفايل ده. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل اللي كلود كود مش ذكي كفايه بقى، كلود كود عنده في الكود جواه لوجيك بيقول لك ايه؟ لما اليوزر يعمل اد، حتى ممكن يكون بيتشيك بريجكس، حتى الموضوع ابسط مما تتخيل. لما اليوزر يعمل اد باسم الفايل، روح اعمل لي جراب للفايل ده وجيب لي الكونتنت بتاعته. حلو. ولما اليوزر يقول لي ريفاكتور، خد الكلام ده كله وحط السيستم برومبت بتاعك. حلو. وابعت الكلام ده كله لل ام. والسيستم برومبت بقى فيه ايه يا معلم؟ السيستم برومبت ممكن يكون في حاجات زي ايه؟ في حاجات زي read the user intent, read the files that I have ingested into the مش عارفه ايه بلا 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 بلا. ولما تقرا الكلام ده كله send me back either a question if you want. حلو. او send me back a query about other documents. وبالتالي اللي بيحصل كل ده جوه انت مش شايفه. اللي بيحصل ال ام بيقول له طب انا فهمت الفايل اللي اليوزر ده قراه، عشان افهم باقي الحاجات ابعت لي باقي الامبورتس اللي موجوده دي. فاللي بيحصل اللي ده بيروح رايح تاني لكلود كود، كلود كود بيعمل جريب، بيقرا فايلات، بوم يبعتها لل ام، بوم 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 تك تك تك. والال ام بيقعد يحاول يجس ايه الفايلات اللي عايزها ولغايه ما يتوقع الاجابه المنطقيه وبيبعتها لكلود، وكلود بالنيابه عن ال ام بيكتب الكود بس. ذاتس ات. و it becomes a loop. فدلوقتي ده يخليك تعمل ايه؟ يخليك تفكر ازاي من وجهه نظري. حلو. يخليك تفكر اللي القصه ما بقتش قصه انا فاهم ال ام شغاله ازاي ولا لا، القصه بقت قصه انا ازاي اعرف ادي كونتكست مناسب لل امز عشان تطلع لي اوتبوت منطقي. حلو.
ولذلك لما تستعمل كودكس او كلود، حتى اليو اي ده ما هو مجرد الا رابر حوالين كونتكست انجكشن تولز باختصار يعني. حلو. والام سي بيز ما هي الا برضو رابر حوالين كونتكست انجكشن تولز. الام سي بيز عارفين يا جماعه عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه سكريبتس شغاله بتكلم الاي بي ايز او ايا كان. حلو. ولكن فوق الامر هي ام دي فايل بيقول له مثلا ايه؟ بيقول له مثلا انت عندك الام سي بي ده، لما تيجي الام سي، لما الام سي بي ده ليها التولز الفلانيه، التول الفلانيه دي مثلا ليتس سي مثلا الام سي بي بتاع فيجما مثلا، اللي هو تديله الديزاين يرجع لك. فاللي بيحصل كالاتي، اللي هو بينجكت ده لل ال ام، والال ال ام الهارنس تول في الحاله دي كلود كود او كيرو او في اس كود او ايا كان الاداه اللي انت بتسمعها عامله ازاي، بتنجكت التولز دي وبتقول لل ال ام لما اليوزر يطلب حاجه ليها علاقه بفيجما مثلا استعمل التول دي. واللي بيحصل هنا اللي ال ال ام نفسه مش بيستعمل التول، ال ال ام بيرجع تاني الانتي جرافيتي او كلود كود او كودكس او في اس كود او ايا كان، وبيقول له يا كودكس انا استعملت التول دي. ولما هنا بقول بيرجع تاني ده الديبندز على طريقه السيستم. فانت ممكن مثلا في البرومبت اللي انت تبعته لل ام ده تقول له دايما يا برومبت لما تيجي ترجع لي اي ريزلت رجع لي في هيئه جيسون بالستراكشر ده، وبالتالي الجيسون ستراكشر ده انت كهارنس او ككلود كود او ككرسر هتفهمه، ولما تفهمه تعرف تاخد بيه عليه اكشنز. زي مثلا ممكن يقول لي مثلا ايه، انا عملت ريفاكتور الفايل ده الكونت بتاع الفايل وده المكان بتاع الفايل وده اللاين دايركتوري بتاعه، ده اللي ممكن يرجع الكلام ده كله ويرجع لكرسر، وكرسر ياخد الحاجات دي كلها ويكتب الفايل كله. فحرفيا كل الماركت قايم على هذه الكونسبت. كل الماركت قايم على فكره هاو كان اي جيف تولز للكونتكست بتاعي، بحيث ان لما ال ام يرجع لي اوتبوت، الاوتبوت ده اعرف اريديوس منه الجيسون فايل او الانستراكشنز، واعرف اخد منها اكشنز عشان اعمل سحر لليوزر، عشان اكتب له فايل، عشان اعمل له بي دي اف، عشان اعمل له سلايدز. انت حتى لو فكرت في الموضوع ارجع بقى وعيد التفكير. الابلكيشنز بتعمل لك سلايدز بالاي اي بتعمل ايه؟ بيبقى برضو عندها تولز وعندها زي تيست، يقول له مثلا ايه، يا ال ام لما تيجي ترجع يبقى دايما اختار الالوان الفلانيه والعلانيه، ويبقى دايما يديني انستراكشنز لعدد السلايدز اللي انت هتعملها بناء على البلان اللي انت عملته. والكلام ده كله بيرجع للهارنس او للتول اللي في النص اللي ما بينك وما بين ال ام، وبعدين التول دي بتروح عامله لك سلايد 1 و2 و3، وبعد كده تبدا تملاها بالايه، بالتولز اللي هي نفسها ديترمينستيك، اللي هي نفسها تقدر تاخد اكشن، اللي هي نفسها تقدر ترسم. بس ذاتس ات. ف ده الموضوع كله. طيب انا مش هنا انا مش هنا الصراحه عشان اشرح يعني ايه سكيلز ويعني ايه ام سي بيز ويعني ايه ايجنتس دوت ام دي وكلود دوت ام دي. انا هنا عشان اشرح الكونسبت من بره. وانس اللي انت فهمت اللي انا قلته ده، وانس فهمت اللي انت اللي العمليه كلها قايمه على فكره اللي انا بانجكت حاجات، بحط حاجات مفيده عشان لما ترجع لي اعرف استنبط منها الريزلتس. خلاص انت كده فهمت الليله كلها، خلاص انت كده فهمت كل التولز دي شغاله ازاي، خلاص انت اكشلي ممكن تبني تولز قايمه على ال ام دي. ليه حتى انت لو فكرت شويه ليه زمان في بدايه هذه الادوات زي شات جي بي تي وما الى ذلك ال امز ما كانتش بتستعمل في هذه الطريقه، بهذه الطريقه. يعني شات جي بي تي مثلا اول ما طلع مثلا او حتى الفيرجنز الاولانيه، ليه ما كانش فيه بوم رهيب جدا لهذه الادوات؟ اقول لك ليه. عشان ال امز ما كانتش قويه كفايه وما تقدرش تتوقع النتيجه بتاعتها. مثال، لو تخيل كده كرسر بيكلم ال ام، وكرسر كل شويه بيقول لل ام لما تخلص الايديت بتاع الفايل ده رجع لي اسم الفايل في جيسون، ورجع لي كمان شكل الفايل، ورجع لي الكونت بتاعه. تخيل ان ممكن مثلا زمان في تولز في ال امز القديمه كانت بتعمل ايه؟ كانت ممكن مثلا كل 10 مرات في مرتين منهم ترجع لك جيسون شكله غلط، او ترجع لك مثلا اسامي الفيلدز غلط، وبالتالي ما كانش في اي نوع من يعني انا لو برجع لي الداتا غلط وانا كهارنس انا بواقع الامر انا ما عنديش اي ذكاء، انا مش بعرف اتوقع الفيلدز. انا بقول لك رجع لي الفيلدز دي وبقراها، لو الفيلدز دي ما رجعتش بالشكل اللي انا متوقعه انا مش هعرف اعمل اي حاجه، هرجع لك بوم ايرور. وبالتالي الادوات دي او التولز دي ما كنتش انت قادر تعملها او تخلقها ايام ما كان ال امز لسه كان في بدايتها. ولكن اللي بيحصل دلوقتي ال امز بقت قويه كفايه، بقى حتى بقى في اعتقد بقى في نوع من انواع ال امز بقى فيها انر لوب. يعني ايه انر لوب؟ يعني انا قلت ال ام ده رجع لي جيسون، انا مش عارف والله هي بتعمل انر لوب. اعتقد اللي هي بتعمل انر لوب يعني هي كانها بتري برومبت نفسها عشان بتعمل نوع من انواع الجادج ال ام تاني
يجادج اذا كان ده جيسون منطقي ولا لا. اكشلي ده مش جوه ال ام، ده ممكن يكون جوه الهارنس نفسه، يعني ممكن يكون جوه الجوجل اي بي اي بتاعت جيميناي مثلا. حلو، لو انا قلت له مثلا رجع لي داتا جيسون، ممكن اندر ذا هود اكشلي هو بيبرومت نفسه عشان يفاليديت الجيسون ده وبيقعد يعدله. فالموضوع يعني موضوع بجد ابسط من الناس تخيلها. ولذلك انت ممكن تعمل ايه؟ ممكن تعمل ايجنتس. لو فكرت كده، طب يعني ايه ايجنت؟ الايجنت ده عباره عن ايه؟ عباره عن مجموعه سكيلز على ام سي بيز على مجموعه لوبس. طب يعني ايه اوبن كلو؟ ازاي اعمل اوبن كلو؟ لو فكرت في اوبن كلو ده هو عباره عن ايه؟ عباره عن حاجه بعرف اكلمها من على تليجرام، بس في واقع الامر انت لما بتكلم حاجه على تليجرام بتبعت على تليجرام، بيروح رايح مكلم الاي بي اي بتاع التليجرام بتاع البوتس، وبعد كده يروح رايح للاي بي اي بتاع اوبن كلو ويبعته في الاخر، وذات ست. هو ده كل القصه. حلو، ولما يبعت لاوبن كلو في الاخر بيسجل المعلومات دي في داتابيز لوكال، ولما تيجي تكلم اوبن كلو تاني بيستخرج المعلومات دي من داتابيز لوكال عشان هي معموله بنوع من انواع الامبيدنج، وبعد كده بينجكت كل الكلام ده كله في اول تكست بتبعته للبرومبت بس. وبعد كده لما بتاخد الكلام ده كله بيبعت تولز، والتولز بتقرا الايميلات بتاعتك، والايميلات بتاعتك دي بيجي لها، وفي الاخر خلاص بيبعت الكلام ده كله ال يعمل له سمرايز ويرجعها لك. هو ده هي دي القصه بس. ده اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. انا صراحه ما عنديش اي حاجه تانية اقولها. انا عمرو، انا سوفت وير انجينير، عندي حوالي 8 9 سنين خبره، وبحاول اعمل فيديوهات اكتر يعني. طبعا لو وصلت لاخر فيديو ده يا ريت، عايز اعمل تيست والله. لو وصلت لاخر فيديو ده يا ريت تقول في الكومنتس، قول لي انا وصلت في هذا للدقيقه رقم 24 وحاجه، يعني ده يبقى شيء عبقري. بس وانا كو فاوندر في ابلكيشن اسمه تدوين. غالبا ممكن من الفيديوهات الجايه بقى هبدا الفيديو اللي هو اقول انا عمرو، وانا ايه يا ربي اسمها، يا ربي الاعلان بتاع النهارده هو انا. فانا كو فاوندر في تدوين، وابلكيشن بيساعدك ان انت تاخد الداتا بتاعت حياتك المهنيه من ريزمز قديمه، من سيرتيفيكتس، من ورك دايريز، وترجمها لكستمايز جوب بروفايلز وريزمز، وتعمل انترفيو. ممكن يبقى انترفيو يتكلمها بالعربي او الانجليزي، او كمان في عندنا حاجه اسمها كوتشنج، في حاجات كتيره. فانا الصراحه سيء جدا في الماركتنج، ولذلك الفيديوهات بتاعتي ما بتجيبش فلوس كتير، بس ان شاء الله هذا الفيديو هيجيب فيديوهات كتيره وبس. غالبا هسمي الفيديو ده ماذا لو كان هسميه ايه؟ مش عارف والله. هسميه الاي اي اغبى مما تتصور. مش عارف اتس سمبل ذان يو ثينك. انا عملت فيديو عن سمبل ذان يو ثينك، وعملت برزنتيشن، وناس كتير بعتت لي قالت لي مش فاهمه حاجه، فقررت ان انا اتكلم بس، او مش ناس كتير يعني. anyways، شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.